بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وهانيين وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم كريمة الليمون. نبداو على بركة الله. عندنا كأسين من الحليب اللي هما 500 ملي. عندنا ملعقة تاع فلون فاني، ملعقة تكون معمرة. عندنا ليمونة، عندنا عطر الليمون وملون، وعندنا 4 ملاعق معمرين تاع نشاء اللي هما 60 غرام، وعندنا 7 ملاعق سكر اللي هو 120 غرام، وعندنا ملعقة تاع زبدة. نبداو على بركة الله. نفرغوا الحليب في الكاسرونه. بسم الله. نخلو قد نصف كاس. نفرغوه في الغيسيبيون. عندنا ليمونه، عندنا قشور تاع الليمونه نديروهم في الكاسرونه. ونسحقوا عصير تاع ليمونه واحده. القشور نديروهم هنايا في الحليب، ونسحقوا عصير تاع ليمونه. نديرو هذا الحليب فوق النار يحمى. هذا اللي 500 مليلتر، نقصنا منه واحد نصف كاس. نديره فوق النار حتى يغلي، ومن بعد نجيبه. درنا الحليب فوق النار يغلي. نديرو السكر اللي هما 7 ملاعق 120 غرام، ونديرو معاه الملعقه تاع الفلون فاني، ونديرو معاه النشاء ونخلطه. نديرو معاه النشاء ونخلطوه. وعندنا ملعقه تاع الزبده في الاخير. لكم 4 ملاعق اللي هي 60 غرام تاع نشاء، 4 ملاعق كبار تاع اكل. نخلطوهم، والحليب راه فوق النار نخلوه حتى يغلي. نخلط حتى يذوب السكر. كي حسينا بالسكر ذاب، نوخره على جهه، ونعصر الحبه تاع الليمون. طلعنا القشور درناهم في الحليب، وانا نعصرو نروح نشوف الحليب لحمه. كي يغلى الحليب نفرغوه فوق الخليط ونخلطو.
ونزيد نكمل باش نصفو غير القشور. نصفو القشور. ونخلط ونرجعها هنايا في الكسرونه. ونديها فوق النار تخلط، ونديها فوق النار ونقعد نخلط حتى تولي كريمه. يبقى لنا الملعقه تاع الزبده، ويبقى لنا العصير الليمونه والإليكستري. بعد اللي الكريمه عقدت ندير لها العطر تاع الليمون والملون، عطر الليمون. هذه الكريمه تقعد لكم حتى الاسبوعين في الثلاجه، ما يصرى لها والو. نزيدو شويه معطر، تبقى ملعقه تاع زبده، الحبه تاع الليمون تاعي من هي كبيره فيها كتير، درت منها يقد ملعقه ولا ملعقه ونص تاع اكل. دونك نجيبو الملعقه نديرو الزبده، ندير ملعقه تاع الزبده، يكون عندكم حبه صغيره تاع ليمون ديروها كاع، حبه صغيره تاع ليمون ديروا كاع الحبه كامله تاع الليمون. كي تكون صغيره، انا كبيره درت ملعقه ودوك نزيد ثاني ملعقه. درت غير ملعقه قبيله. نزيد قد ملعقه، ما بقاش كثير، ونخلط ونديرها في برطمان ولا في اي حاجه، ونغطيها ونخليها. الان نديرها في اي شيء ونغطيها بالبلاستيك يلامسها، ومن بعد كي تبرد نديرها في بقال ولا برطمان ولا. هذه الكريمه رائعه، ما فيها بيض، ما تخافوا من البيض. كاين اللي عنده حساسيه من البيض وكاين اللي يخاف البيض لا يفسد. ما فيها لا بيض لا، ما تخافوش منه. فوت حتى اسبوعين تسيبوها كيما هي. نجيب اي شيء وندير الكريمه. كريمه رائعه جدا، ديروا بها الحلويات، ديروا بها كل شيء، تجي رائعه جدا. تعمروا بها لي تارتولات. نغطيها ودقيق يكون البلاستيك ملامس نغطيها نلقى تلامس مع الاخر. والله العظيم وذوقها بنينه 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 بزاف بزاف، رائعه جدا. واللي موش مشارك في القناه يشارك ويفعل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.